ملعب الأمير مولاي الحسن الرباط. المغرب سيصبح الملعب الجديد للأمير مولاي الحسن ملعبا حضريا حقيقيا، متصلا بشكل كامل بالفضاءات العامة المحيطة به للمشاركة بشكل فعال في حياة العاصمة المغربية. وهو تعبير معاصر وبيئي عن الثقافة المغربية، من خلال الجمع بين الطين المطلي، وهي مادة عريقة وخبرة، مع التقنيات والهندسة المتطورة، فإنه يقدم تصميماً مبدعاً يرتفع إلى سماء الرباط. يقع ملعب الأمير مولاي الحسن في قلب مدينة الرباط، وهو الملعب التاريخي لفريق الفتح الرياضي لكرة القدم، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى. ويتضمن المشروع بناء ملعب جديد يتسع ل 22,000 مقعد في موقعه الحالي، وإزالة المضمار المخصص لألعاب القوى لوضع الجمهور بالقرب من الملعب قدر الإمكان. يرافق المشروع إعادة تموضع المرافق الرياضية الداخلية الحالية، حمام السباحة وقاعة الرياضات المتعددة والدوجو، إلى الشرق بشكل أكبر للسماح بتدفق أفضل عبر الموقع بأكمله. يقع ملعب فوس التاريخي في زاوية شارعين رئيسيين يؤديان إلى وسط مدينة الرباط، وهو محاط حالياً بجدار محيطي، مما يجعله مرتبطاً ارتباطاً ضئيلاً بالمساحة العامة. المفهوم الرئيسي للمشروع هو إعادة التفكير بشكل كامل في العلاقة بين الملعب والمدينة. سيصبح ملعب مولاي الحسن ملعباً حضرياً حقيقياً، مفتوحاً إلى حد كبير على الفضاء العام، بحيث يصبح جزءاً من الحياة اليومية للمدينة 7 أيام في الأسبوع وليس فقط في أيام. إدارة المشاريع وزارة التربية الوطنية، مرحلة ما قبل المدرسة والرياضة، برنامج ملعب يتسع ل 22,000 مقعد. مجمع رياضي داخلي، صالة متعددة الرياضات، دوجو، حمام سباحة، سطح سو، 15,770 متراً. تكلفة الأعمال 75 مليون يورو بدون ضريبة القيمة المضافة حالة دراسات 2024. جودة البيئة، النهج البيئي الحيوي يستخدم بورليكا ومواد محلية، الطين الحراري، وبنية مختلطة من الخشب والمعادن ذات المصادر الحيوية. تحسين راحة الصيف من خلال التهوية الطبيعية والقصور الذاتي الكبير. غشاء كهروضوئي. إعادة استخدام مياه الأمطار لري الأرض. الملعب أتيليه فيريت للهندسة المعمارية، ملعب الأمير مولاي الحسن الرباط، المغرب.